حبايب قلبي دفعة تانية اعدادي 2027 عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب دايما تكونوا بخير. باذن الله النهارده هنشرح اول درس في الوحدة الاولى باسم موقع قارة اسيا وقارة اوروبا، فباذن الله تكون الدنيا سهلة وبسيطة معاك. بقول لك ايه، انا مش هسيبك في اي حتة، سواء كنت في السنتر بتاخد اوفلاين، سواء كنت على اليوتيوب او بتاخد اونلاين، فانا باذن الله بامر الله مش هسيبك في اي حاجة. باذن الله تبقى الدنيا سهلة وبسيطة. صلى على حبيبك النبي ويلا بينا. باذن الله النهارده هنتكلم عن موقع ومظاهر سطح قارة آسيا وقارة أوروبا. حبيب قلبي أنت عارف إن قارة آسيا وقارة أوروبا هم من قارات العالم القديم. طب إيه يا حبيب قلبي إيه هم قارات العالم القديم؟ اللي هي قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا. طب أنت يا حبيب قلبي أنت خدت السنة اللي فاتت قارة أفريقيا، يبقى مش هتاخدها السنة دي. اللي أنت هتاخده السنة دي قارة آسيا وقارة أوروبا، هتعرف كل حاجة فيهم بالتفصيل بأمر الله. بقول لك اهو، تعرفنا في العام السابق على احدى قارات العالم القديم وهي قارتنا افريقيا، وتتبعنا علاقتها بوطننا الحبيب اللي هي دوله مصر. فبقول لك في هذا العام سوف نستكمل مع التعرف على باقي قارات العالم القديم اللي هم اسيا وافريقيا واوروبا، وانت خدت افريقيا السنه اللي فاتت فانت مش عليك، فاللي انت هتاخده قاره اسيا وقاره اوروبا. بص يا حبيب قلبي، انت عارف ان قارات العالم هم 7 قارات، 3 قديم و4 جديد. طب ايه هم القديم؟ اسيا افريقيا اوروبا. طب ايه هم الجديد؟ امريكا شماليه، امريكا جنوبيه، استراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه اللي اسمها انتاركتيكا. طب انت عارف ان قاره اسيا جنبيها اوروبا، تحت اوروبا افريقيا. طب من الجهه الغربيه خالص امريكا الشماليه، تحتيها امريكا الجنوبيه. طب من الجهه الجنوبيه الشرقيه قاره استراليا. طب من الجهه الجنوبيه خالص اللي هي الدائره او القاره القطبيه الجنوبيه اللي اسمها انتاركتيكا. انت عارف ان احنا عندنا 5 محيطات. اول محيط اسمه المحيط الهادي من ناحيه الشرق، هو من ناحيه الغرب. طب عندنا محيط اسمه المحيط الهندي. ثالث محيط اسمه المحيط الاطلنطي. رابع محيط اسمه المحيط المتجمد الشمالي، والمحيط المتجمد الجنوبي. يبقى انت كده عرفت اساسيات بقى الخريطه. عندك 5 محيطات، 5 محيطات، 7 قارات، يبقى 7 قارات 5 محيطات. طب ال5 محيطات سواء محيط هادي، محيط هندي، محيط اطلنطي، متجمد شمالي، متجمد جنوبي. طبعا عندنا 7 قارات، 3 قديم 4 جديد. عندنا مساحه قارتين، قاره اسيا وقاره اوروبا. تعال نشوف يا حبيب قلبي، قاره اسيا تتمثل في المساحه بالنسبه لليابس كام في الميه، وقاره اوروبا تتمثل في المساحه بالنسبه لليابس كام في الميه. عندنا قاره اسيا يا حبيب قلبي بيقول لك هي تعد اكبر قارات العالم من حيث المساحه. يبقى انت كده اول معلومه انت عرفت ان اكبر قاره في العالم هي قاره اسيا. اكبر قاره في العالم قاره اسيا، حيث تبلغ مساحتها نحو 44.2 مليون كيلو متر مربع. بمعنى اصح يعني 30% من مساحه يابس القاره الارضيه. يعني لو الكره الارضيه اليابس بتاعها مثلا 100%، قاره اسيا خدت كام في الميه؟ خدت 30%. يبقى قاره اسيا 30% بالنسبه لليابس بتاعت سطح الكره الارضيه. يبقى قاره اسيا هي اكبر قاره في العالم من حيث المساحه. طب نسبتها بتساوي كام؟ 30% من مساحه اليابس. تمام؟ يبقى قارة آسيا هي المرتبة الأولى. طب قارة أوروبا هي المرتبة السادسة من حيث قارات العالم من حيث المساحة. طب نسبة المساحة بتساوي كام؟ 10.5 مليون كيلومتر مربع. بمعنى أصح يعني 7%. يعني لو اليابس كله 100%، قارة أوروبا بس 7%. طب انت قايل هنا ان قارة آسيا 30%، طب قارة أوروبا هنا 7%. يبقى اما اقول لك اولى القارات تبقى آسيا، طب سادس القارات تبقى أوروبا، يبقى سادس القارات أوروبا، تبقى أولى القارات تبقى قارة آسيا. طب تعالى كده نقولهم بالترتيب، هي آسيا في المرتبة الأولى، أفريقيا في المرتبة الثانية، أمريكا الشمالية مرتبة ثالثة، أمريكا الجنوبية مرتبة رابعة، القارة القطبية الجنوبية اللي اسمها انتاركتيكا مرتبة 5، أوروبا مرتبة 6، والقارة الأسترالية او الاوقيانوسيه هي المرتبه ال7. يبقى اخر القارات هي استراليا. طب اوروبا بالنسبه لقاره استراليا المرتبه الكام؟ يبقى اوروبا بالنسبه لاستراليا المرتبه السادسه. تمام كده؟ اللي هي قبليها او بمعنى اصح هي قبل الاخيره. طب مين الاولى؟ تبقى اسيا. طب مين السادسه؟ تبقى اوروبا. طب اسيا نسبتها بتساوي كام من مساحه اليابس؟ 30%. طب قاره اوروبا نسبتها كام من حيث المساحه في اليابس؟ 7%. يبقى انت كده فهمت اول معلومه. حبيب قلبي انت عارف ان موقع قاره اسيا واهميته. حبيب قلبي احنا عندنا في موقع، لا اما موقع اسمه جغرافي، لا اما موقع اسمه موقع فلكي. حبيب قلبي اعرف بس المعلومتين دول وانت عارفهم من الابتدائي. الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبه لليابس والماء. برافو عليك. يبقى انا عايز اشوف المكان اللي انا بتكلم عليه سواء جنبيه اراضي ولا جنبيه ميه. طب تاني حاجه الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول يا حبيب قلبي بتبقى واقفه كده بنسميها رأسيه.
طب دوائر العرض بتبقى نايمه كده بنسميها افقيه. طب عندنا حبيب قلبي كام دائره عرض وكام خط طول؟ حبيب قلبي دوائر العرض قلت لك اللي هي النايمه تتمثل من دائره تسمى دائره الاستواء، بتسمى دائره الاستواء هي دائره العرض الرئيسيه، تسمى دائره الاستواء بتساوي 0. طب فوقيها دائره عرضيه اسمها مدار السرطان، طب تحتيها دائرة عرضية اسمها مدار الجدي، طب فوق خالص اسمها دائرة قطبية شمالية، طب تحت خالص دائرة قطبية جنوبية. طب كده بالنسبة لدوائر العرض. طب خطوط الطول تسمى خط طول واحد اسمه خط الطول الرئيسي يسمى خط جرينتش برضه بيساوي 0. يبقى دائرة العرض الرئيسية دائرة الاستواء بتساوي 0. طب خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش برضه بيساوي 0. يبقى الاثنين بيساوي بعض. طب تعالى كده بص عندنا فوق خالص اسمها دائرة قطبية شمالية، فوق 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 خالص. طب بالنسبة لتحت خالص عندنا دائرة قطبية جنوبية، تمام كده. طب عندنا في النص دائرة تسمى دائرة الاستواء، دائرة ايه؟ الاستواء، دائرة الاستواء يبقى في النص دائرة الاستواء ودي بتساوي 0. طب فوقيها مدار السرطان بيساوي 23.5. طب تحتيها مدار اسمه مدار الجدي برضه بيساوي 23.5. طب تعالى يا حبيب قلبي انا عايز موقع قاره اسيا، يبقى هنتكلم في قاره اسيا. انا قلت لك انا عايز الموقع نوعين، لا اما موقع فلكي لا اما موقع جغرافي. طب الموقع الفلكي بقول لك تمتد قاره اسيا معظمها بين دائرتي العرض من 10 جنوبا، يعني بتبتدي من تحت الى 81 شمالا. تعالى كده نشوفها. يبقى من 10 تحت اهو، يبقى قاره اسيا بتبتدي من عند جزر تسمى جزر اندونيسيا، من 10 جنوبا بتطلع فوق 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 خالص حتى 81 شمالا فوق عند المحيط القطبي الشمالي. يبقى قاره اسيا بتبتدي من تحت لفوق، بتبتدي من 10 جنوبا الى 81 شمالا. طب كده بالنسبه لدوائر العرض. طب قلت لك ان دوائر العرض واقفه ولا نايمه؟ لا يا مستر هتقولي نايمه. كده طالما نايمه يبقى افقيه تتمثلها في النص دائره الاستواء، فوقيها مدار السرطان، تمام كده. فوقيها دائره قطبيه شماليه. يبقى قاره اسيا بتبتدي من تحت من 10 جنوبا الى 81 شمالا. طب بالنسبه لقاره اسيا خطوط الطول يعني واقفه يعني راسيه تتمثل اسمه خط جرينتش. طب تتمثل بص بقى قاره اسيا بقول لك وهي بذلك تقع في النصف الكره الشمالي للكره الارضيه. يبقى اما اجي اقول لك هنا سؤال، يبقى معظم قاره اسيا يتركز في الجزء نقط. يبقى معظم قاره اسيا تتمثل في الجزء الشمالي للكره الأرضية. يبقى قارة آسيا أكتر جزء فيها هو في الجزء الشمالي وليس الجزء الجنوبي، لأن الجزء الجنوبي هو يتمثل من 10 جنوبا بيوصل إلى 81 شمالا. طب تعالى كده وأنا ليه أنا قلت إن تتمثل الجزء الأكبر من قارة آسيا هي في الجزء الشمالي؟ تعالى شوف دائرة الاستواء. دائرة الاستواء أنا قلت لك بيساوي 0. يبقى أنا طالع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونازل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فانا بقول لك انا بادئ من هنا من دائره الاستواء، يبقى البدايه بتاعتي تسمى دائره الاستواء اللي هو بيساوي 0، فانا بيساوي 0، فانا ابتديت من عنده نزلت 10. يبقى قاره اسيا بتبتدي من 10 جنوبا وصلت للشمال 81 شمالا، يبقى 81 درجه. طب انا بقول لك تحت 10 اللي فوق 81، يبقى اكتر معظم قاره اسيا توجد في الجزء ايه؟ الجنوبي ولا الشمالي؟ لا يا مستر الشمالي، برافو عليك. طب خط طول، قلت لك خطوط الطول هي خطوط رأسية تتمثل في خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش برضه بيساوي 0. طب خطوط الطول تتمثل من 26 في الشرق إلى 170 في الغرب. وبص يا حبيب قلبي وهي بذلك تعد هي أكبر قارات العالم من حيث الامتداد الفلكي، وكلمة امتداد فلكي يعني بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، تمام. وانت عرفت ان دوائر العرض هي تتمثل من 10 جنوبا ل 81 شمالا. طب خطوط الطول من 26 شرقا حتى 71 غربا. طب بقول لك يمر بقاره اسيا 3 دوائر عرض رئيسيه. 3 ايه؟ دوائر عرض، يعني نايمين ولا واقفين؟ برافو نايمين، طالما نايم يبقى دوائر افقيه. طب انا قاره اسيا تتمثل في 3 دوائر افقيه؟ يعني نايمين. اول حاجه اسمها الدائره
القطبيه الشماليه. يبقى اول حاجه دائره قطبيه شماليه دي تتمثل اول حاجه. طب تحتيها مدار اسمه مدار السرطان اهو، كل ده بيمر بقاره اسيا. طب ده تاني حاجه. طب تالت حاجه دائره تسمى دائره الاستواء، ادي تالت حاجه. يبقى اما اجي اقول لك تمر قاره اسيا بكام دائره عرضيه؟ 3 دوائر عرضيه. طب كام دائره افقيه؟ 3 دوائر افقيه. طب كام دائره نايمه؟ 3 دوائر نايمه. من فوق اسمها دائره قطبيه شماليه، طب تحتيها شويه مدار السرطان، طب في النص او في جنوب قاره اسيا هي دائره تسمى دائره الاستواء. يبقى دائره قطبيه شماليه، مدار السرطان، ودائره الاستواء. يبقى بقول لك دائره قطبيه شماليه فوق، يبقى في الشمال قاره اسيا. طب مدار السرطان هو في الوسط بتاع قاره اسيا. طب دائره الاستواء هو في جنوب، بس ما تقوليش جنوب الكره الارضيه، لا يا حبيب قلبي، دائره الاستواء هي جنوب قاره اسيا. تمام؟ تسمى عند بص كده عند جزر تسمى جزر اندونيسيا. فبقول لك اهو فكر ما النتائج المترتبه على الامتداد الفلكي الكبير لقاره اسيا. ايه النتيجه؟ بقول لك ان اصبحت لها اهميه اقتصاديه، وطالما الاهميه الاقتصاديه هتعرفها دلوقتي ان بقى في مضايق ان قاره اسيا بتشرف عليها في التجاره الدوليه. طب تعالى بقى نشوف الموقع الجغرافي لقاره اسيا. حبيب قلبي انا عرفت ان الموقع الجغرافي هو قلت لك هو بالنسبه لموقع المكان بالنسبه لليابس والماء. طب انا عايز اشوف قاره اسيا جنبيها قارات ولا ميه. تمام؟ بص بقى بقول لك قاره اسيا يحدها من الشمال محيط قطب شمالي، قلت لك ان المحيط القطبي الشمالي موجود فين؟ في الشمال. طب بيحدها محيط هادي من جهه الشرق، طب محيط هندي من جهه الجنوب. طب تعالى كده، تعالى في الخريطه وتبقى سهل عليك. يبقى دي قاره اسيا. انا عايز الاتجاهات، وطبعا انت عارف الاتجاهات، فوق يبقى شمال، تحت يبقى جنوب، ايديا اليمين تبقى شرق، ايديا الشمال تبقى غرب. طب صلى على حبيبك النبي، ده كده شمال. طب بالشمال يحدها محيط قطبي شمالي. طب من الشرق برضه محيط هادي. طب من الجنوب محيط هندي. يبقى من الشمال محيط قطبي شمالي، من الشرق محيط هادي، من الجنوب محيط هندي. بص يا حبيب قلبي اقول لك دي محيط هندي ليه؟ دي دوله تسمى السبعه، دي تسمى دوله الهند. طب طالما دوله الهند يبقى تحتيها محيط هندي، يبقى دي دوله الهند تحتيها محيط هندي. طب من الغرب، من الغرب لا يا مستر ده في كذا حاجه. اول حاجه في حدود بريه وفي حدود مائيه او بحريه. يعني في حدود بريه يعني يابس، يبقى قاره اسيا يحدها من الغرب. ما تقوليش حدود بريه بس، لا، وما تقوليش حدود بحريه بس او مائيه، لا، ده فيها الاثنين. يبقى فيها حدود بريه وفيها حدود مائيه. بريه يعني يابس، طب مائيه يعني بحريه فيها بحر. طب بقول لك ان يفصل قاره اسيا من الغرب جبال اسمها جبال الاورال، وماشي، ودي تفصل قاره اسيا عن قاره اوروبا. تمام؟ يبقى قاره اسيا اهي، عايز اروح قاره اوروبا اهي، يبقى قاره اسيا اهي اللي هي 1. تمام؟ عايز اروح قاره اوروبا اللي هي 2. هل هروحها بسهوله كده؟ لا يا حبيب قلبي، هتلاقي هنا في حاجز جبلي اسمه جبال الاورال. يبقى دي حدود بريه. حدود ايه؟ بريه. حدود ايه تاني؟ بريه. يبقى جبال الاورال حدود بريه، جبال الاورال حدود بريه تفصل قاره اسيا من قاره اوروبا. طب جبال الاورال قاره اسيا بالنسبه لجبال الاورال من جهه ايه؟ من جهه الشرق اهو، شرق اهو. طب جبال الاورال بالنسبه لقاره اوروبا، والله مثلا هتقول لي قاره اوروبا هي بالنسبه لجبال الاورال من جهه الغرب. يبقى قاره اوروبا تتمثل من قاره اسيا من جهه الغرب. طب قاره اسيا تتمثل من جهه اوروبا من جهه الشرق. يبقى اسيا شرق اوروبا واوروبا غرب اسيا. كده فاهم؟ تمام. طب تاني حاجه الحدود البحريه او المائيه، ده في 3 بحار، في البحر الاحمر والبحر المتوسط والبحر الاسود. قولهم تاني، يبقى البحر الاحمر، البحر المتوسط والبحر الاسود. قولهم تاني، يبقى يحدها قاره اسيا من الشمال محيط قطبي شمالي. طب من الجنوب في دوله تسمى دوله الهند، حرف ال7 او حرف ال7 او رقم ال7 يبقى محيط هندي. طب من ناحيه الشرق محيط هادي. طب من ناحيه الغرب والله يا مستر هتقول لي في حدود بريه وفي حدود بحريه. طب الحدود البريه هي جبال الاورال. طب الحدود البحريه طبعا ميه بقى، يبقى بحر اسود والبحر المتوسط والبحر الاحمر. غمض عينك وركز معايا واعتبر قاره اسيا قصادك. قاره اسيا يحدها 3 دوائر عرض افقيه، تمام، او دوائر عرض
اول دائره اسمها دائره قطبيه شماليه، طب تحتها مدار السرطان، طب تحتها خالص دائره الاستواء اللي بتساوي 0. طب تاني حاجه في يا مستر انا عايز الموقع الجغرافي بتاع قاره اسيا، يحدها من الشمال محيط قطبي شمالي، يحدها من الجنوب محيط هندي، يحدها من الشرق محيط الهادي، يحدها من الغرب اقف حدود بريه حدود بحريه حدود بريه حدود بحريه. طب الحدود البريه يعني يابس، يعني جبال الاورال تفصل اسيا عن اوروبا. طب حدود بحريه او مائيه عندنا 3 بحار، البحر الاحمر، البحر المتوسط، والبحر الاسود. طب تعالى نشوف يا حبيب قلبي، تقترب قاره اسيا من قاره افريقيا في ايه؟ يبقى اسيا قريبه من افريقيا عند مضيق ايه؟ وقريبه عند اوروبا عند مضيق ايه؟ وقريبه من امريكا الشماليه عند مضيق ايه؟ وقريبه من قاره استراليا عند مضيق ايه؟ صلى على حبيبك النبي وركز معايا وورقه وقلم عشان تحفظ معايا. اول مضيق تقترب اسيا من امريكا الشماليه. مستر هتقول لي ايه ده؟ هي ايه اللي جاب اسيا لامريكا الشماليه؟ حبيب قلبي هي الكره الارضيه عامله ازاي؟ هتقول له والله يا مستر بطيخه مدوره. طب طالما مدوره اللي موجود في الشرق هو موجود في الغرب، لان الكره اللي بيحصل بتلف. هو انا دلوقتي لو جبت لك الفازه دي وقلت لك ان دي الكره الارضيه، هي الفازه دي عامله ازاي؟ والله مثلا هتقول لي هي شبه بيضاويه او دائريه، تمام؟ طب اما اجي اقول لك ان هنا قاره اسيا، تمام؟ وهنا قاره امريكا الشماليه، يبقى هنا اسيا، تمام؟ وهنا قاره امريكا الشماليه. طب الكره هتعمل ازاي او الفازه دي هتعمل ازاي؟ والله مثلا هتقول لي بتلف. طب طالما بتلف ما اسيا هتيجي هنا وامريكا الشماليه هتروح هنا، يبقى قاره اسيا قريبه من امريكا الشماليه لان الكره بتلف. فانت طالما الكره بتلف فانت هيضموا على بعض فهيكونوا قريبين من بعض. فهمت اللعبه؟ يبقى قاره اسيا، فهمت اللعبه؟ يبقى قاره اسيا تقترب من امريكا الشماليه عند مضيق اسمه مضيق بيرنج. مضيق ايه؟ مضيق بيرنج. يبقى اسيا تقترب من امريكا الشماليه عند مضيق بيرنج. طب اسيا تقترب من افريقيا عند مضيق باب المندب. يبقى تقترب اسيا، ما كل دي اسيا اللي هي الملونه بالاحمر دي، افريقيا اهي، يبقى اسيا تقترب من افريقيا عند مضيق باب المندب. طب اسيا تقترب من امريكا الشماليه عند مضيق بير. اسيا تقترب من اوروبا في مضيقين، اول مضيق اسمه مضيق البسفور، ثاني مضيق اسمه الدردنيل. البسفور والدردنيل. تاني اسيا عن اوروبا في البسفور والدردنيل. يبقى اسيا تقترب من اوروبا في البسفور والدردنيل. طب اسيا تقترب من افريقيا عند مضيق باب المندب. طب اسيا تقترب من امريكا الشماليه عند مضيق بيرنج. قولهم تاني، يبقى اسيا تقترب من امريكا الشماليه عند مضيق بيرنج، وقلت لك ان الكره بتلف فاسيا قريبه من امريكا الشماليه عند مضيق بيرنج. طب اسيا تقترب من افريقيا عند مضيق باب المندب. طب اسيا تقترب من اوروبا عند مضيقين اسمه البسفور ومضيق اسمه الدردنيل، تمام؟ يبقى اسيا عن افريقيا مضيق باب المندب، وانت عارف ان مضيق باب المندب يشرف عليه جيبوتي واليمن حبيب قلبي، وجيبوتي دوله افريقيه واليمن دوله اسيويه. يبقى قاره اسيا تقترب من قاره افريقيا عند مضيق باب المندب. طب اسيا تقترب من امريكا الشماليه عند مضيق بيرنج. طب اسيا تقترب من اوروبا عند مضيق اسمه البسفور ومضيق اسمه الدردنيل. طب قاره اسيا تقترب من قاره استراليا عند بحر اسمه بحر تيمور. بحر ايه؟ تيمور. بحر ايه؟ تيمور. يبقى قاره اسيا تقترب من قاره استراليا عند بحر تيمور. طب قاره اسيا تقترب من امريكا الشماليه عند مضيق بيرنج. طب قاره اسيا تقترب من اوروبا عند مضيقتين اسمه البسفور والدردنيل. طب قاره اسيا تقترب من قاره افريقيا عند مضيق باب المندب. يبقى انت كده افتكر معايا وتذكر معايا، غمض عينك وتخيل قاره اسيا قصادك. قاره اسيا يحدها 3 دوائر عرض رئيسيه، اول دائره فوق دائره قطبيه شماليه، تحتها مدار السرطان، تحتها دائره الاستواء اللي بتسمى دائره العرض الرئيسيه اللي درجتها بتساوي 0. طب تاني حاجه قاره اسيا هي اكبر قاره العالم، تتمثل من اليابس 30%، هي في المرتبه الاولى. طب قاره اوروبا هي في المرتبه السادسه، تتمثل 7% من اليابس. طب اما اقول لك ان قاره اسيا يحدها من الشمال فوق محيط قطبي شمالي، طب من الجنوب تحت محيط هندي، تمام؟ لان الهند عامله زي ال7 او ال7. طب يحدها من الشرق محيط هادي. طب يحدها من الغرب بس عندنا حدود بريه وعندنا حدود بحريه. طب الحدود البريه
جبال الأورال. طب حدود بحرية 3 بحار، بحر أحمر، بحر المتوسط، والبحر الأسود. طب يحد قارة آسيا أو تقترب قارة آسيا من قارة أمريكا الشمالية عند مضيق بيرن. طب آسيا تقترب من أفريقيا عند مضيق باب المندب. طب تقترب آسيا من أوروبا عند مضيقتين اسمه البسفور والدردنيل. طب تقترب آسيا من القارة الأوقيانوسية أو أستراليا عند بحر تيمور. تمام؟ ممكن العب لك بقى في الاسامي باذن الله في التسميعات والامتحانات. اما اجي اقول لك ان جزر اندونيسيا او تقترب جزر اندونيسيا من القاره الاستراليه. طبعا انت تشوف جزر اندونيسيا هتقول لي مثلا ما خدتش جزر اندونيسيا. حبيب قلبي، ما هي جزر اندونيسيا تابعه لقاره اسيا. يبقى اما اجي اقول لك تقترب جزر اندونيسيا من استراليا برضه عند بحر تيمور. هي اما اجي اقول لك تقترب قاره اسيا من قاره استراليا برضه عند بحر تيمور. طب اما اجي اقول لك عندنا مصطلح اسمه اوراسيا، وده من اهم المصطلحات عندك في المنهج واول مصطلح عندك. يعني ايه كلمه اوراسيا؟ بقول لك والله مصطلح يطلق على قارتين، قاره اسيا وقاره اوروبا. يبقى قاره اسيا واوروبا حطهم مع بعض سماها اوراسيا. يبقى اسيا واوروبا اوراسيا، اسيا واوروبا اوراسيا، اسيا واوروبا اوراسيا معا، حيث تبدو قارة أوروبا كأنها امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. حبيب قلبي، أنا قلت لك إن قارة أوروبا بالنسبة لقارة آسيا، بقول لك قاره اوروبا اهي بالنسبه لقاره اسيا هي من جهه ايه؟ والله مثلا هتقول لي من جهه الغرب. طب قاره اسيا بالنسبه لقاره اوروبا من جهه ايه؟ هتقول لي من جهه الشرق. يبقى قاره اسيا بالنسبه لاوروبا من جهه الشرق. طب قاره اوروبا بالنسبه لاسيا هي من جهه الغرب. تمام كده؟ طب ما اجي اقول لك اهميه موقع قاره اسيا، والله يا مستر فيه اهميه استراتيجيه واهميه اقتصاديه واهميه حضاريه واهميه دينيه. اول اهميه اسمها الاهميه الاستراتيجيه. بقول لك لموقع قاره اسيا اهميه استراتيجيه بما تفسر ليه قاره اسيا موقع متميز. هنقول لانها تطل على مسطحات مائيه مهمه اللي هم 4 مضايق. وانت قلت لك ان 4 مضايق اللي هم تقترب اسيا من افريقيا عند مضيق باب المندب، تقترب اسيا من اوروبا عند مضيق البسفور والدردنيل، تقترب اسيا من امريكا الشماليه عند مضيق بيرن، تقترب اسيا من او جزر اندونيسيا من قاره استراليا عند بحر تيمور، وتتشرف على ممرات ملاحيه ذات اهميه استراتيجيه مهمه جدا مثل مضيق باب المندب، مثل مضيق هرمز، وده موجود في قاره اسيا فقط. تمام؟ وده يشرف عليه عمان وايران. تمام؟ في قاره اسيا اصلا. طب تاني حاجه ايه هي الاهميه الاقتصاديه؟ كلمه اقتصاديه يعني بتجيب فلوس. انا عايز ايه الحاجات اللي بتجيب فلوس في قاره اسيا؟ ليه اسيا عندها فلوس كتير؟ بقول لك اول حاجه بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وقلت لك موقع جغرافي هو موقع المكان بالنسبه لليابس والماء الذي يجعلها معبره رئيسيه لطرق التجاره البريه سواء في اليابس والبحريه اللي هو الماء منذ العصور القديمه، منذ زمان جدا، مثل طريقه اسمه طريق الحرير، طبعا بجيب منه الحرير، وطريق اسمه التوابل اللي كان بيجي من الهند. وتاني حاجه موقعها الفلكي، قلت لك موقع الفلكي هو بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. تمام؟ حدوث تنوع كبير في مناخها، ركز في دي. يبقى الموقع الفلكي هو الذي يؤدي الى تنوع المناخ. تاني، يبقى ما اقول لك ليه المناخ متنوع في قاره اسيا، هتقول له والله يا مستر بسبب تنوع الموقع الفلكي بتاع قاره اسيا. يبقى الموقع الفلكي هو اللي بيأثر في المناخ. طب طالما بيأثر في المناخ يبقى تنوع المحاصيل الزراعيه، لان قاره اسيا قلت لك هي اكبر القارات. يبقى المناخ فيها عامل ازاي؟ ثابت ولا متغير؟ لا يا مستر متغير، ده كتير جدا. طب مساحتها لا كبيره جدا، يبقى يؤدي الى تنوع المحاصيل الزراعيه وتنوع الحيوانات. تمام كده؟ يبقى الموقع الفلكي هو اللي بيؤثر في المناخ، فلما المناخ بيتاثر ويتنوع يؤدي الى تنوع النبات الطبيعي والحيوانات طبعا والمحاصيل الزراعيه. وطبعا طريق الحرير هو طريق تجاري قديم، وكان الممر الرئيسي لتجاره الحرير من الصين الى قاره اوروبا. يبقى كانوا بيجيبوا الحرير من الصين اللي هي في قاره اسيا. طب بيوديها قاره ايه؟ اوروبا. تمام؟ ويتالف من طريقين، احدهما بري والاخر بحري. واحد بري في اليابس بمشي في الطريق عادي، والاخر بحري بمشي في البحر او مضيق. وتاني حاجه طريق طبعا التوابل، كان طريق تجاري قديم بين جنوب شرق اسيا طبعا وقاره اوروبا. طب ايه يا حبيب قلبي الاهميه الحضاريه؟ والله يا مستر هتقول لي الموقع قاره اسيا لها اهميه حضاريه كبيره. في حضارات قامت في قاره اسيا. اول حضاره اسمها حضاره بلاد الرافدين اللي هي حضاره بلاد العراق. تمام؟ حضاره بلاد فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين. حضاره بلاد اليمن اللي هي في جنوب غرب شبه الجزيره العربيه. في الحضاره الهنديه، في الحضاره الصينيه، في الحضاره الاسلاميه. طب ايه هي الاهميه الدينيه؟ طبعا من ضمن الاسئله المهمه عندك لقاره اسيا اهميه دينيه لانها مهدا للديانات السماويه
العربيه، سواء ديانه يهوديه او مسيحيه او الاسلاميه. يبقى في 3 ديانات: ديانة إسلامية، ديانة مسيحية، ديانة يهودية. وتضم العديد طبعا من المواقع المقدسة زي الكعبة المشرفة موجودة في السعودية، الناس بتروح تزورها، مسجد أقصى، قبة صخرة، مسجد أقصى، قبة صخرة. طبعا الكلام ده في فلسطين، طبعا كلنا ندعي لفلسطين إنه يفك كربهم. وكنيسة طبعا المهد برضه موجودة في فلسطين. يبقى ما أقول لك إيه هي الأهمية الحضارية، تقول والله مستر فيه إن قارة آسيا مهدا للحضارات. في حضارة بلاد العراق قامت في آسيا، وحضارة بلاد الرافدين، وحضارة بلاد فينيقيا، وحضارة بلاد اليمن، هندية، صينية، حضارة إسلامية. طب الأهمية الدينية طبعا لأنها مادة ل3 ديانات سماوية: الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية. هنقول ويوجد فيها أماكن وزيارات مقدسة زي الكعبة المشرفة، زي مسجد أقصى، قبة صخرة، وكنيسة المهد. يلا حبيب قلبي، بيقول لك استعن بخريطه قاره اسيا المقابله. طبعا انت فهمت وحفظت معايا، تعالى بقى نطبق على الحفظ بتاعك نشوف انت حفظت ولا لا. حبيب قلبي بيقول لك استعن بخريطه قاره اسيا المقابله. حبيب قلبي بيقول لك 1 دائره. طبعا انت حفظت معايا تمام، فتعالى نطبق على اللي انت حفظته. اول حاجه دائره، هنا دائره. حبيب قلبي انت عارف ان قاره اسيا فيها 3 دوائر عرض. اول دائره فوق اسمها دائره القطبيه الشماليه. طب عندنا دائره في النص شويه اسمها السرطان، برافو عليك. طب تحت خالص اسمها دائره الاستواء. يبقى 1 دائره الاستواء. طب 2 عندنا والله 2 فين؟ 2 فوق اهو. عندنا محيط، ايه ده؟ يحط قاره اسيا من الشمال المحيط قطبي شمالي، برافو. طب عندنا فين 3 تحت اهي، يحط قاره اسيا من الجنوب. حبيب قلبي انا قلت لك ان ال7 دي اسمها دوله الهند، صح؟ طب تحتها محيط هندي، برافو. طب 4 فين البحر؟ 4 فين البحر؟ حبيب قلبي دي قاره كده، دي قاره اوروبا. طب قاره اوروبا فيها بحر في جوه في اوروبا اسمه البحر الاسود، برافو. طبعا انت عارف البحر المتوسط فين اهو، والبحر الاحمر فين اهو. طب اللي فوق هنا في اوروبا البحر الاسود. طب عندنا 5 فين 5 فين 5 فين 5 فين 5 في 5 اهو، مضيق اسمه مضيق. طب دي قاره اسيا. طب دي قاره ايه؟ ما انت عارف خلاص، انت فهمت بقى ان دي قاره امريكا الشماليه. طب امريكا الشماليه دي تحدها من قاره اسيا في النص في مضيق اسمه مضيق بيرنج، برافو. طب 6 فين 6 اهو، شاور لك هنا البحر، ما انت عارف ان خلاص البحر ده اسمه البحر الاحمر. طب 7 جبال. حبيب قلبي انت عرفت ان قاره اسيا يحدها ما بين قاره اسيا وقاره اوروبا جبال اسمها جبال الاورال. طب 8 فين 8 اهو، مضيق. حبيب قلبي دي قاره ايه؟ دي قاره افريقيا. طب دي قاره ايه؟ قاره اسيا. يبقى يفصل بين قاره اسيا وقاره افريقيا مضيق هنا اسمه مضيق باب المندب، برافو عليك. طب عندنا 9 هنا قلت لك ان دي قاره امريكا الشماليه. طب 10 مضيق فين 10 مضيق اهو، صلى على حبيبك النبي. انا اعرف منين؟ طب دي في قاره اوروبا، انت عندك في اوروبا 2 مضيق، اول مضيق اسمه البسفور، ثاني مضيق اسمه الدردنيل. بص يا حبيب قلبي، مش ده البحر الاسود؟ لو جالك على طرف البحر الاسود هنا تمام وشاور لك على مضيق، يبقى ده مضيق اسمه مضيق البسفور. طب لو جنبيه شويه تمام، جنبيه شويه في الخريطه ده اسمه الدردنيل. يبقى اعرف منين يا مستر؟ لو جالي والله عند البحر الاسود كده تحتيه بالظبط يبقى البسفور، لو جنب البحر الاسود يبقى الدردنيل. طب هو هنا مشاور لي عند البحر الاسود يبقى مضيق البسفور. بقول لك البحار التاليه تحد قاره اسيا من جهه الغرب ويخرج عنها طبعا يا مستر بحر تيمور، تمام؟ لان بحر تيمور هو يفصل بين قاره اسيا وقاره استراليا، تمام؟ ممكن نشيل اسيا ونحط جزر اندونيسيا. طب يحد قاره اسيا من جهه الغرب طبعا البحر الاحمر معانا، البحر المتوسط الاسود معانا، البحر المتوسط معانا. تقترب قاره اسيا من قاره امريكا الشماليه، قاره اسيا من امريكا الشماليه عند مضيق طبعا بيرن. طب يفصل البحر الاحمر بين قاره اسيا، البحر الاحمر يعني عند مضيق باب المندب. طب باب المندب هو كان يشرف على قاره ايه وقاره ايه؟ والله مثلا تقول لي قاره اسيا وقاره افريقيا. تعد قاره اسيا هي اكبر قطاع العام من حيث المساحه، طبعا الاجابه صح. تحتل قاره اوروبا هي المرتبه الثانيه؟ لا يا حبيب قلبي، المرتبه الثانيه هي افريقيا. طب اوروبا المرتبه كام؟ المرتبه السادسه. تقع بعض الجزر الاندونيسيه بقاره اسيا بجنوب دائره الاستواء، طبعا يا مستر جنوب دائره الاستواء، طبعا الاجابه صح. اديني دليل لموقع قاره اسيا اهميه استراتيجيه. يا مستر اهميه استراتيجيه لانها
تشرف على ممرات مائيه مهمه جدا، تمام، زي مضيق باب المندب ومضيق هرمز. نشأت عديد من الحضارات في قاره اسيا. في حضاره هنديه، حضاره بابل، حضاره بلاد العراق، حضاره فينيقيا، الحضاره الصينيه، الحضاره الهنديه والحضاره الاسلاميه. بما تفسر يطلق على قاره اسيا وقاره اوروبا مصطلح اوراسيا، لان حبيب قلبي ان قاره اوروبا تمام هو الامتداد الجغرافي او الفلكي لقاره اسيا. تمام. طب ما النتائج المترتبه على تمتع قاره اسيا باكبر امتداد فلكي في العالم ادى الى الاهميه او زياده الاهميه الاقتصاديه للقاره الاسيويه. وضح ايه هي الاهميه الدينيه. طبعا يا مستر لانها مهدا لثلاث ديانات سماويه زي الديانه الاسلاميه واليهوديه والمسيحيه. ثاني حاجه يوجد عديد من المزارات المقدسه زي الكعبه المشرفه في السعوديه، زي مسجد اقصى في فلسطين، قبه صخره في فلسطين.